تصريح وزير الخارجيه الاسباني خوسي مانويل الباريس اللي كان صاعقه دبلوماسيه اسبانيه جديده على راس نظام العسكر الجزائري. وزير الخارجيه طبعا الاسباني يسقط اقنعه الحياد المزعوم من قبل النظام الجزائري ويؤكد على دعم بلاده لمغربيه الصحراء. كيفاش وعلاش؟ طبعا غادي نعطيكم تفاصيل فيما يخص الخرجه الجديده نتاع خوسي مانويل الباريس وزير الخارجيه الاسباني. نبداو على بركه الله ونشوفوا ما له خوسي مانويل الباريس. يعني النظام الجزائري راه يتلقى الصفعات الواحده تلو الاخرى من قبل اللي كنت سميتهم الشركه نتاعها فيما سبق فيما يخص ملف تقسيم المغرب. اليوم راح روحه النظام الجزائري نظام يتيم وحده، ما كانش اللي يدعمها في هذه الاسطوانه المشروخه ولا هذه القضيه التي عمرت طويلا، واللي رانا دخلنا لو ديرني فيراج ان شاء الله باش يتم غلق هذا الملف ونتهناو احنا شعوب شمال افريقيا من هذا الكابوس. اذا خوسي مانويل الباريس دار تصريحات قويه جدا قويه جدا قويه جدا. غادي نخليكم تشوفوا بريميرمون الفيديو لا فيديو تاع التصريح نتاعو، ومن بعد نطرقوا لما جاء في الكلام نتاع خوسي مانويل الباريس وزير الخارجيه الاسباني. تابعوا معي مثل ما قالت الاخت يعني اللي تنشط في منصه تويتر اخت العيون، قالت اسبانيا تقطر الشمع، وعندها الحق. اسبانيا تقطر الشمع. نخليكم في هذا. Como él considere. ¿Por qué este giro de posición? No hay ningún giro de posición. Hay el deseo de que una situación que está encallada desde hace 50 años no dure 50 años más. Y a mí me parece una enorme irresponsabilidad que alguien se siente sobre unos supuestos principios para mantener congelado, ¿qué? ¿100 años? ¿200? ¿Un siglo? ¿2 siglos? Una situación como esta. Y yo creo que todo el mundo es consciente que en estos momentos tenemos una relación como él considere. ¿Por qué este giro de posición? No hay ningún giro de posición. في هذا الفيديو القصير هذا اللي اكد من خلاله خوسي مانويل الباريس. يعني انا نترجم لكم واش قال احنا ما خصناش نستمروا في هذا الوضع المتعثر، يعني اللي راه متعثر لمده 50 سنه، وهذا ماهوش تصرف مسؤول وراه يشير مباشره للنظام الجزائري. قال انه تصرف غير مسؤول قائم على مبادئ مزعومه فقط للحفاظ على الجمود. اسكو هذا الامر غادي يستمر قدرا 100 عام ولا 200 عام اخرى؟ الموقف قال لهم تاعنا من قضيه الصحراء المغربيه هو واضح وهو معلن في الاتفاق اللي جاء في الاتفاق اللي توقع في 7 ابريل 2022. وهنا اشار الى انه قال يعني وجه كلامه مباشره للنظام الجزائري للعسكر. هناك من يرغب في ابقاء الملف مجمد، يعني يبغاهم يعني هادو اللي راهم يعطلوا في هذا الامر باغيين يبقاو 100 عام مثل هذا. وطبعا هذا ما يريده النظام الجزائري. النظام الجزائري حاب يحكم الجزائر بهذا الملف ويبقى 100 عام ما يهماش، هما هذوك اللي راهم في دين ما يهماش. قال الوزير الخارجيه الاسباني مدريد ما غاديش تستنى قرن واحد اخر باش ترضي، وهذه كلمه خطيره، من يختبئ خلف هذه الشعارات، يعني تقرير مصير ما يسمونه بالشعب الصحراوي. يعني كلام في غايه الخطوره، وانا سميتها صعقه مميته وجهها وزير الخارجيه الاسباني الذي الجزائر في الاونه الاخيره احتفت برضا اسبانيا عليها. يعني رجعوا السفير، مشى وزير الداخليه، لكن الخرجه نتاع وزير الخارجيه الاسباني واضحه واكدت على ان الموقف نتاع بلاده من قضيه الصحراء موقف ثابت لن يتغير، وان اسبانيا تدعم الواقعيه والجديه في حل هذا المشكل. اسبانيا من خلال كلام وزير الخارجيه تاعها تدرك جيدا بان النظام الجزائري غير جاد في حل هذا المشكل، واصلا النظام الجزائري لا يبحث على حل المشكل. وطبعا الكثير ممن يظنون على ان هناك امكانيه، لا توجد اي امكانيه لحل هذا المشكل من قبل هذا النظام، لانه هو لن يكون عمره ما كان جزء من الحل، هو ما فكرش باش يكون جزء من الحل ولا يساهم في حل هذا المشكل. والطرف الاسباني ادرك جيدا ما نوايا النظام الجزائري الخبيثه، وقال وزير الخارجيه الاسباني ان بلاده ما تبقاش مكتوفه الايدي امام هذا الوضع، يعني
اللي راه مستمر منذ 50 سنه، وحنا ما غاديش نقعدوا نستنوا قرن ولا قرنين باش يتريقل هذا الامر هذا. الحوار نتاعو جاء ضمن برنامج لا كافيتيرا اللي هو برنامج في اذاعه كابلي، هذه اذاعه اسبانيه، واللي طبعا الكلام نتاعو وجه من خلاله رسائل واضحه للنظام الجزائري. طبعا اسبانيا كما قلت لكم تدرك جيدا بان النظام الجزائري لا يريد حل المشكل، النظام الجزائري يريد بقاء الوضع على حاله، لان المشكل عند النظام الجزائري مش هذه القضيه المسجله في الامم المتحده مده 50 سنه، بل المشكل تاعه هو عداؤه الذي يوظفه من اجل احكام سيطرته على الجزائر، والنظام الجزائري هو الطرف الرئيسي وليست البوليساريو. اسبانيا تدرك جيدا هذا الكلام، والرساله اللي بعثتها من خلال تصريح وزير الخارجيه الاسباني هو ان اسبانيا لن تنخرط في الشعارات الفارغه وفي كلام فارغ وتافه نتاع النظام الجزائري، كلام يجتره امام وسائل الاعلام الدوليه وفي المنابر السياسيه، ويتغطى وراء شيء هو اصلا ما يامنش به، لانه وكان يامن بالديمقراطيه وبحريه الشعوب في تقرير مسارها لترك الشعب الجزائري اصلا يقرر مساره. هذا النظام انكشف وانفضح، واسبانيا تدعم الحل السياسي الذي تشرف عليه الامم المتحده. وقال وزير الخارجيه الاسباني يعني انه التقى مع المبعوث الاممي يعني اكثر من اي مسؤول اخر، لان اسبانيا تريد حل هذا المشكل. اسبانيا التي انسحبت من الصحراء في 27 فبراير 1976 بعد اتفاقيه مدريد اللي وقعت في 14 نوفمبر 1975، اسبانيا تريد وغيرت او تبنت الموقف الصحيح في ربيع 2022، وادركت بان هناك طرف جاد، هناك طرف يريد حل المشكل، يريد غلق الملف على مستوى الامم المتحده اللي هو المغرب، وهناك طرف لا يريد ولا يمتلك النيه الصادقه من اجل حل المشكل. وهذا الضربه، هذا التصريح اللي او انا نسميها ضربه وصعقه مميته من قبل خوسي مانويل الباريس وجهها على راس العسكر، هذه تاكد على ان الاوروبيون بدرجه بصفه عامه اقتنعوا في اخر المطاف على ان النظام الحاكم في الجزائر يتاجر بهذه القضيه من اجل هدف واحد اوحد، وهو عداؤه الدائم والمزمن مع المغرب. وهذا اثر بشكل كبير يعني على المنطقه، والاوروبيون لم يعودوا بحاجه بل لن يساهموا مستقبلا في الدفع نحو زعزعه الاستقرار في منطقه شمال افريقيا اكثر مما قاموا به. توقف يعني يجب ان تتوقف هذه الامور. والاشاره نتاع وزير الخارجيه الاسباني اشاره جد ايجابيه تاكد بان اسبانيا ستنخرط من اجل الضغط على النظام الجزائري وغلق هذا الملف. وانا بديت يعني ادرك بان هذا الملف سيتم غلقه يعني رغم انف النظام الجزائري الذي لن يرى وما عنده ما يدير، ما غادي يدير والو في اخر المطاف. اذا القوى الكبرى وخصوصا الاعضاء الدائمه بمجلس الامن اتخذت القرار ان يغلق الملف سيغلق الملف، ولن يستطيع هذا النظام ان يحرك يعني حاجه، يعني ما يقدر يدير والو، لانه سيمتثل امام الامر الواقع وسيرفع الرايه البيضاء مثل ما رفعها على مرتين. الاولى امام اسبانيا اللي مشى سحب السفير ووقف التجاره وعلق المعاهده تاع الصداقه وحسن الجوار، ثم تراجع ورجع التجاره ورجع السفير. نفس الشيء مع فرنسا، عاود رفع الرايه البيضاء منذ ايام، سيرفع الرايه البيضاء امام العالم امام المنتدى من دوله، وسيتم غلق هذا الملف بتبني حل سياسي واحد اوحد لا غير هو الذي تقدم به المغرب منذ سنه 2007. خوسي مانويل الباريس اليوم يعني شغل شوكه العسكر الان، خصوصا يعني الموظف عنده محمد عطاف الذي كان يخرج في خرجات اعلاميه ويقول بان اسبانيا تراجعت وخلاص غيرت الموقف تاعها. اسبانيا اكدت على انها لن تنخرط في خرافات النظام الجزائري، لانها تدرك بانه هو لا يبحث عن حل هذا المشكل، هو لا يريد الاستقرار والسلام في المنطقه، هو لا يحترم الجيران. هذا نظام يمارس الحكم بمنطق صعلوكي، وبالتالي هو غير جاد. ورساله وزير الخارجيه الاسباني الى العسكر مفادها نحن لن ننتظر اكثر ممن انتظرنا، خلاص 50 سنه يعني لا يزيد اكثر، خاصنا نغلقوا هذا الملف. وطبعا في حال ما استمر هذا النظام
اللي رانا نشوفوا كيفاش راه يتملق لترامب يعني مؤخرا، يعني الرسائل اللي ارسلها عبر وزير او السفير الجزائري بواشنطن صبري بوقادوم، رغم ذلك لم تكترث لهم الاداره الامريكيه. التنازلات اللي قدموها الان يحاولوا انه يعاودوا يتقربوا من فرنسا، من الاليزي، باش يبرد الموقف الفرنسي. لن تنفعهم كل هذه الحيل، لان المنتظم الدولي، القوى الكبرى، الاوروبيون، الامريكان ادركوا بان هذا الملف يجب ان يغلق. وانا ناكد لكم على هذه المعلومه، هذا ماهوش تحليل، الملف سيغلق ان شاء الله، لان يعني الدوله العميقه، مثل ما قال احد الاصدقاء، الدوله العميقه الدوليه ترفض استمرار هذا العبث الممارس من قبل النظام الجزائري، والذي استمر لمده 50 سنه. صفعه قويه اداها العسكر اليوم من عند خوسي مانويل الباريس، الذي كان واضحا اكثر من اي وقت مضى، وخلاص هو دبلوماسي، ويبين بان الموقف الاسباني هو الموقف الثابت اللي جاء في الاعلان المشترك في 7 ابريل 2022 ولن يتغير. واسبانيا طبعا عندها علاقات استراتيجيه وهامه جدا. المغرب هو الشريك الاول تاع اسبانيا في القاره الافريقيه، حجم التجاره تجاوزت 25 مليار اورو. الاسبان ما همش مهابيل باش يروحوا يراهنوا، يعني يغامروا بالامور نتاعهم مع المغرب ويروحوا يتبناو موقف معادي لوحده وسياده المملكه المغربيه. وطبعا دعم سياده ووحده المملكه المغربيه، وكان هذا النظام عنده ذره ذكاء، هذا النظام الغبي هي دعامه لوحده وسياده الجزائر والاستقرار في المنطقه. راك وحدك يا نظام العسكر، راك وحدك الان، وحتى واحد من الاوروبيين والقوى المؤثره والقوى الاقليميه والقوى الدوليه راهم واقفين معك فيما يخص هذه المساله، لانهم ادركوا انه عبث ما فوقه عبث. يعني هذا الامر اللي تقوم به خلاص فاقوا بك. ودرك الاسبان والفرنسيين وجميع الدول الجاده والدول يعني اللي الوازنه ادركت بانك ما راكش جاد باش تحل هذا المشكل، وانك مجرد يعني انتم مافيا تمارسوا الحكم بمنطق سعلوكي وتدعموا حركه انفصاليه، حركه ارهابيه، حركه ما عندها حتى وزن ولا تاثير، حركه يعني ميليشيا تاجر ببعض الالاف ممن يعني حاصروهم لمده 50 سنه. وغالبيه سكان الصحراء متواجدون بالاقاليم الجنوبيه للمملكه المغربيه، وقرروا المصير نتاعهم. انتم باقي لكم هذاك لو فون كوميرس اللي لازم يتغلق ان شاء الله. تلك المخيمات التي يجب حلها، يجب حل هذه الحركه المسلحه، وقبل كل ذلك يجب انهاء هذا الملف على مستوى مجلس الامن. ان شاء الله تبدا الخطوه الاولى مع بعثه المينورسو اللي تاكل الدراهم، تاكل 70 مليون دولار ولا اكثر من 70 مليون دولار سنويا دون القيام باي شيء فيه فائده للمنطقه. وبالتالي هذا غير تبذير للاموال وضياع للوقت اللي مسؤول عليه نظام ما يهموش يعني لا الاموال نتاع الجزائريين ولا الاستقرار في المنطقه، وما يهمش باش يكون في علاقات جيده مع الجيران. هذا نظام يعني استقوى بالمستعمر نتاع الامس، واستقواءه دام ل 60 سنه، وان الاوان لينتهي هذا العبث. وان شاء الله هذه الاشارات نتاع وزير الخارجيه الاسباني هي اشارات جد ايجابيه. دروك احمد عطاف ما عنده كي يدير، اسكو غادي يوجه له دعوه باش يجي للجزائر، لان العلاقات الان طونكو ما مشاش خوسي مانويل الباريس للعاصمه الجزائر، العلاقات يعني اسبانيا مازال ما عطاتهمش يعني 100% الرضا نتاعها. هما يحوسوا، هما نظام ضعيف يحوس على رضا سياده، هو يتظاهر امام الاعلام الجزائري بانه قوي وانه ندي وانه لكن في حقيقه الامر هو نظام فاقد للشرعيه، مهزوز، ضعيف على المستوى الداخلي، وبالتالي ما يحترموش يعني الدول والقوى الاقليميه والقوى الكبرى، ما يحترموكش ايها العسكر، انتم ما يحترموكمش لانكم ماكمش جادين وما تحوسوش على عرفوكم باللي ما تحوسوش على مصلحه الجزائر، لان مصلحه الجزائر، مصلحه الجزائريين ومصلحه المنطقه تقتضي غلق هذا الملف التافه الذي عمر لمده 50 سنه.